هسه خلينا نسولف بزيودي. والله زيد هواي اي هواي بيه هواي سواليف وهواي اخذ عبود. هو يعني بصراحه يعني محظوظ باصدقاء مثلكم، مثلك مثل هواي صالح، مثل احمد المرشدي، وشفت يعني كسرت بيكم بصراحه. فعلا كسرته كبير. انا يمكن يعني حتى ما كله رايح واحد من اهله مو هالكسره. الله يكفيك الشر. ابو انا وزيد يعني في التفاصيل انه هي امور ما تنسولف، بس والله اعرف هاي اللي يعني شكل اظافره شلون صاير. تفهمني؟ اعرف ايش راح يحرك ايده شلون من يسولف. يعني هيك علاقتنا هاي السياره الشتاء والنار، هاي طلعات العصريات، هاي الامور حتى مو يم الشعر. يعني احنا منطقه واحده وجيران، وامه تعرف انه انا شحب وتدز له، وامي واهلي يعرفون زيد الشاكل ويدز. عظيم. فهاي بليله ويوم تختفي ابو ود كلها. تروح كلها. بالاضافه الى هذا هو يعني شاعر، يعني شهادتنا مجروحه به. وثائره زيد. زيد ثائر على مستوى زيد، يعني زيد اللي احنا نظيف، يعني ما فد يوم عنده اذيه على بشر. ابو ود احنا نمل وهو ما يمل من موضوع المظاهرات. هو ما يمل ابد. هو رجل صاحب موقف. فوق هذا هو محاضر مجاني اتصور. تخيل انت بالاخير هو يمكن الخطيه تعين قبل ما، مو هيك سمعت؟ هو لسه ما انطلق يعني ورا وفاته، يلا راح ينطلق راتبه اللي استهم قرروا لهم راتب. وهاي السنوات كلها هو مجاني. ما حصل منها كل شيء، بس حصل قاعدة زيد الحمد لله وشكره اليوم. كتبت عنه. والله ابو ود ما ينحسب رثاء قد ما هو يعني شيء معبر. انت صديقه بالضبط. المشكله انا زيد توفى بيدي يعني هاي فوق الضيم، فوق الفقد انه يموت بيدك. لان انا كنت قريب على مستشفى الشيخ زايد من صار الحادث مال اسمه علي، كنت موجود ببغداد. يعني بالخمسة الفجر اتصل علي احمد المرشدي كان بالسماء، خبرني من رقم غريب، قال لي زيد مسوي حادث، هذا رقم خابره الولد وياهم. قال احنا بمستشفى الشيخ زايد. فوصلت وراهم مباشره. اول ما طبت لقينا علي متوفي. الله يرحمه. علاوه هم ولادي جنن، يعني هم ما ذكرنا يعني بس دنت عن. لا انا ما هم وياه بالحديث موجود علي اذان. انا علي طحت يعني. والله من وخرنا السد وجهه طحت يمه بعد ما اقدر، بحيث قمت اسحب اريد اقوم وادور زيد بعد. يعني هي في الساعه ووجه مو هينه. فرحت جاي ندور بالمستشفى لقينا زيد عنده شو اسمه